السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على هيئة قبلة لهذا الإمام الجزائري شغلت هذه القطة وسائل التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة جدا، وكأنها وهي تتسلق على كتف الإمام بمساعدته تريد إبلاغ رسالة محددة. هذه الرسالة فحواها في مطلع الآيات التي قرأ بها الإمام: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. هذه الرسالة قسمان: القسم الأول ربكم ذو رحمة واسعة، والقسم الثاني ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ربكم ذو رحمة تذكر المؤمنين ونحن في شهر الرحمة بالوقوف على عتباتها، بالإخلاص لله سبحانه وتعالى في الصوم، والانشغال بذكر الله سبحانه وتعالى عن الدراما التافهة. وفيها شق آخر، وهو أن أهل الدين أرحم الناس بالخلق مهما بلغت صورة التشويه التي تحصل له. والقسم الثاني من الرسالة والقسم الثاني من هذه الرسالة: ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ما حاولوا يصدوا الناس عن الدين والتدين عن طريق التضليل الإعلامي والدراما المبتذلة. تعامل القطة في هذا المشهد كان تعاملا عفويا جدا، وكذلك الإمام فقامت بهذا المشهد على هيئة قبلة ثم نزلت مسرعة، بعكس الدراما المبتذلة في رمضان. ورغم تمويل الكبير جدا وإنتاج الكبير، لكنها ضاعت بين إمام جزائري غير مشهور وبين قطة تسللت خلسة إلى المسجد دون أن يراها أحد.